بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة صمود أهلنا في قطاع غزة نابع من ثلاث أمور رئيسية. أولا، أن الشعب هذا خلال فترة طويلة هو يدافع عن حقوقه، فهو يتكلم عن حقوقه، لا أحد يتكلم أنه يدافع عن شيء ليس يؤمن به، هو يؤمن فيه. الأمر الآخر هو أمر المقاومة، أنها خلال سنوات طويلة عملت على زيادة البعد الديني في الشعب، أي أنك عندما يستشهد منك أحد أنت تعتبره قد فاز بمنصب أو فاز بمكان عند الله لأنه اختار شهيد. وكذلك بما يخص الجرحى والأسرى هناك اهتمام فيها. المسألة الثالثة وهي مسألة أن ما الذي يقاتل؟ الذي يقاتل هم أبنائهم، فهذه مسألة تجعل أن العائلة تقف مع المقاومة وتصمد. إذن هي صمود العائلات نتيجة ثلاث عوامل رئيسية: يقاتل من أجل قضيته، هو أصلا يؤمن بأن هذا له بعد ديني وأساسي، والمسألة الثانية أن أبنائهم هم الذين يدافعون عنهم. باعتقادي بهذه العوامل الثلاثة نحن نتكلم عن حالة صمود للشعب الفلسطيني متميزة، كان مثالا عليها أن إسرائيل شنت حرب يعني حتى كما يقولون في الحروب، في الحرب العالمية الثانية لم يحدث استخدام متفجرات ولا دمار مثل هذه الحرب، ولكن كان صمود 2 مليون نصف فلسطيني بحالة بطولية. وأنتم رأيتم كيف عندما قرروا العودة إلى الشمال بموافقة المقاومة وبالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي بالوساطة المصرية القطرية عاد تقريبا 700 ألف. هذا يعتبر حالة من الانذهال بكيفية أن هذا الشعب لم ينتظر ليتوفر له الماء والغذاء، إنما ذهب وبدأ بعد بناء بيته أو بتعمير خيمته في مكانه. وأنا باعتقادي هذا أكبر شكل من أشكال حالة الصمود للشعب. والموضوع الثاني أن شعبنا الفلسطيني خلال الفترة الماضية المقاومة الإسلامية والمقاومات في فلسطين زرعوا البعد الديني، وعندما أصبح هناك بعد ديني، حفظ للقرآن، محجبات، مدارس إسلامية، دراسة فقه، في دراسة، أصبح هناك قناعة أن قضيتنا قضية دينية وأنها تحتاج دائما البعد الديني. هذا أسس للناس لديهم أن مكانة الشهيد له مكانة خاصة. أنا أذكر في السبعينات وفي الثمانينات عندما كان يعتقل أحد أو كان يستشهد أحد يكون حزن شديد. الآن هناك حزن شديد، لكن هناك فهم أن هذا الشهيد أخذ مكانه في الدفاع عن مقدساته وفي الدفاع عن أبناء شعبه. والميزة بهذا الموضوع أن هنا لا يستشهد الأفراد فقط، يستشهد القادة، فأصبح هناك دائما حالة مواساة بين العائلات، أن ابنك المقاتل وزوجي الشهيد القائد استشهدوا ربما في نفس المكان. وهذا عزز فكرة أن قضيتنا قضية لها بعد مقدس، وأن شهداءنا لهم مركب أو مكانة الانتصار والفوز. وهذا يعتبر أكبر عوامل نجاح الشعوب في التحرير عندما يصبح مكانة الشهيد مكانة مرتفعة. يعني حقيقة نحن بشهر شباط، وشهر شباط هنا هو شهر الشهداء، وأيضا نحن عندنا أشهر كثيرة ممكن أن نتكلم فيها عن الشهداء. ميزة الشهداء وخاصة القادة أن هاي رسالة للجميع، أن حالة الدفاع عن المقدسات أو حالة البطولة مثل القادة الكبار الذين كانوا مثل عمر مختار، مثل حسن البنا، مثل الشيخ أحمد ياسين، لم يتوقف بعدهم الآخرين على القتال، فاستشهد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي ويحيى سنوار وصالح العاروري ومحمد ضيف ومروان عيسى. باعتقادي أنها أصبح عندنا أشهر يوجد القادة الشهداء فيها أكثر، وهذا يعزز الفكرة أن بالماضي كان يقولون أن الجنود يقتلون والكبار يتصالحون، والحقيقة هي أن القادة يستشهدون في المعارك قبل الجند. وأنا باعتقادي هذا أكبر عوامل نجاح حركات المقاومة، أنها أصبحت تقدم قادتها قبل أفرادها، وهذا يساعد أن لا يحدث هناك انحراف. وتاريخيا الحركات اليسارية والحركات العلمية انحرفت لأن قادتها الكثير أصبح جزء من حالة الواقع ولم يكونوا جزء من الخيرات. لذلك نحن شهر مبارك فيه الكثير من الشهداء، وأيضا في هذا الشهر نفسه كان زف خبر الكثير من الشهداء الذين استشهدوا، منهم أبو العبد هنية، من صالح العاروري، محمد ضيف، مروان عيسى، وثلة من المقاتلين القادة. بذلك هو شهر يجب أن نفتخر فيه ونحييه في كل مكان. يعني حقيقة إذا هناك يجمع شيء بالشهداء دائما عندهم وضوح الفكرة،
فنحن عندما نتكلم عن حسن البنا، عمر مختار، نتكلم على نجم الدين أربكان، نتكلم عن ناس كان عندهم رؤية واضحة. ما هي الرؤية الواضحة؟ نحن مسلمين، عندنا قضايا يجب أن نقاوم المحتل والذي يريد أن يتدخل من أجل تحقيقها، وعليه يجب أن نبذل الغالي والنفيس، وبناء على ذلك نحن سوف نكون جزء من حالة التضحية. الإمام الشهيد حسن البنا كيف قتل؟ عندما أرسل مقاتلي إلى فلسطين ليدافع عن فلسطين. وكذلك عمر مختار كيف استشهد عندما قاتل حتى الرصاصة الأخيرة في يده. ونحن بالعوامل النفسية عندنا أن القائد يقول له: ما الفائدة أن أعيش وأرضي محتلة؟ ما الفائدة أن أعيش ومسجدي مدنس؟ ما الفائدة من أن أعيش وأنا لا أعيش بكرامتي، أضرب وأحجز وأقتل؟ متى أنا أقاوم، وإذا انتصرت فهذا فضل من الله، وإذا انتصرت بالشهادة هذا فضل الله عليه أنه جعلني مقبولا عنده، ومن يقتل على يد أهل الكتاب فمكانه مكانين في الجنة.